كل ما جريتي مورا إرضاء الناس كتفقدي نفسك، وكل ما جريتي مورا الاهتمام ديالهم كتصغري في عيونهم، حيت البشر بطبيعتهم ما كيحترموش اللي كيتوسل أنهم يقبلوه، وما كيعظموش اللي كيبقى يطلب الحب والاعتراف، ولكن كيكبروا وكيقدروا بداك الإنسان اللي داير قيمة لراسو، واللي ماشي ساهل الوصول ليه، واللي ما كيعطيش نفسه رخيص، واللي ما كيبقاش معروض قدام الجميع بلا حدود. هذه هي الحقيقة اللي بزاف ديال الناس كيحاولوا ينكروها وكيهربوا منها، ولكن في الأخير كتبقى هي الحقيقة. الاحترام ما كيتشراش وما كيتصلبش ما كيتاخدش بالترجي والتوسل، ولكن كيتفرض بالصمت، بالهيبة، وكيتفرض بالمسافة اللي كتعرفي تحطيها بينك وبين الناس. واحد المقولة كتقول: اللي كيسعى يرضي الجميع كيضيع راسو. وهاد الجملة بوحدها كافية باش تكشف لينا سر كبير من أسرار النفس البشرية، حيت الإنسان اللي كيخلي أكبر هم ديالو هو أن كل شيء يرضى عليه ما كينتهيش به الأمر محبوب كيف ما كيحسب له هو، ولكن وما كيوصلش لداك الحب اللي كان كيتخيلو. بالعكس، كينتهي به الأمر مستنزف ومنهك وفاقد الهيبة وفاقد حتى الإحساس براسو. مني كتخلي نفسك متاح ديما، بلا حدود، بلا موقف، بلا شخصية واضحة، وبلا مسافة تحميك، كتولي بحال شي سلعة رخيصة في السوق، متاحة لأي واحد. واللي متاح لأي واحد كتقلل قيمته، كتولي حاضر أكتر من اللي خاصو يكون، واضح ومستهلك ومكشوف أكتر من القياس. ومن بعد ملي كيتعودوا الناس عليك بهاد الطريقة كيبداو يفقدوا الإحساس بالقيمة ديالك، ما كيبقاوش كيشوفوك إنسان مميز، وما كيبقاوش كيشوفوا حضورك عنده وزن، حيت ولفوك، والشي اللي كيتولف بزاف كيبدا يهبط في النظر. ولكن ملي كتختاري التجاهل، ومنين كتوزني كلامك قبل ما تهضري، ومنين كتوزني حضورك قبل ما تعطيه، ومنين كتختاري تغيبي أحيانا، كيولي حضورك نادر. والندرة هي الأصل ديال الهبة. القوة الحقيقية ماشي في الصراع، وماشي في الجدال، وماشي في رفع الصوت، وماشي في أنك تبيني للناس أنك قادرة تردي وتواجهي كل شيء، ولكن القوة الحقيقية كتمثل في القدرة على ضبط النفس. القوي ما كينهش مورا حتى واحد، ما كيجري مورا حتى واحد، وما كيبقاش كيطلب الاهتمام من حتى واحد، ولكن كيخلي الآخرين هما اللي يسعاو ليه. كل ما قل كلامك كتزاد قيمته، وكل ما تقل حضورك كيتزاد احترامك، وكل ما تجاهلتي التافه كترتفع المرتبة ما يقدروش يوصلوا ليها. التجاهل قوة ماشي ضعف، وإلا كان عند الضعفاء هروب، فعند الأقوياء سيطرة. التجاهل عند الضعيف ممكن يكون انسحاب من الألم، حيث ببساطة ما يقدرش يواجه، وما عندوش أدوات المواجهة، وما عنده لا توازن لا تحكم. ولكن عند القوي التجاهل ماشي هروب، بل وعي واختيار ومقام وتحكم وترفع وهيبة. أنك تتجاهل ماشي معناها كتهرب، ولكن معناها أنك كتختار ما تدخلش في لعبة الآخرين. معناها أنك كتبقى ماسك زمام نفسك فاش هما كيتخبطوا غير باش ياخدوا منك رد. معناها أنك عارف فاش تسكت وفاش تبعد وفاش تحفظ كرامتك، من أنك تنجر المستوى ما يليقش بيك. الضعيف كيجري مورا أي كلمة تقال عليه، إلا انتقدوه كينفجر، إلا استفزوه كيرد بعصبية، إلا هجموا عليه كيبدا يدافع على راسو بارتباك، وبشكل كيبين أنه متأثر وأنه متزعزع. أما القوي فهو اللي كيعرف فن التجاهل، حيت فاهم باللي الرد ديالو ما كيكونش انتصار، ولكن كيكون غير هدية مجانية للطرف الآخر. الفيلسوف ماركوس أوريليوس قال واحد المقولة: أفضل انتقام هو ألا تكون مثل عدوك. وهذه ماشي غير عبارة زوينة للتأمل، ولكن قانون عميق في الهيبة والسيطرة على الذات. إلا أساء لك شي واحد وتجاهلتيه ببرود، فراك ماشي غير حافظتي على كرامتك، ولكن كتقتليه من الداخل، حيت هو كان كيتسنى يشوفك طايح، كان باغي يشوفك كتفقد أعصابك، كان باغي يشوفك كتضارب، كان باغي يشوفك كتهور، وكان باغي يشوفك كطيح في نفس الوحل اللي هو عايش فيه. ولكن ملي كيلقاك بحال الصخرة، ما كتهزش، ما كتحركش، ما كتعطيه حتى رد، كيتهرس هو من الداخل، وكتربحي نتي بلا ما تنطقي بحتى كلمة وحدة. التجاهل ماشي ضعف،
ولكن هجوم صامت، ماشي استسلام ولكن رسالة باردة وقاطعة. هو أنك كتقولي للآخر بلا ما تهضري أنت ما عندكش قيمة، ما عندكش من القيمة باش تستاهل وقتي ولا ردي ولا استنزاف مشاعري. وكل ما تجاهلتي التافه كتزاد قيمتك في عيون الناس، وكل ما تجاهلتي اللي ما يستاهلش كترتفع المرتبة ما يقدروش يوصلوا ليها. حيت الناس ما كيعظموش اللي كيتوسل مكانته، ولكن كيعظموا هداك اللي كيخلي نفسه صعيب على الابتذال، صعيب على الاستهلاك وصعيب على الوصول السهل. تعلمي بلي اكثر حاجه كترعب الاخرين هي الانسان اللي ما كيتاثرش بسهوله، الانسان اللي كيبقى ثابت فاش كيحاولوا يزعجوه، الانسان اللي ما كيهزش بسرعه وما كينكسرش من اول كلمه وما كيطيحش من اول استفزاز. هاد النوع ديال الناس كيربكهم. علاش؟ حيت كيشوفوا فيه حاجه ما كيمتلكوهاش هما: السيطره على الذات. الاستراتيجيه الحقيقيه في الحياه هي السيطره على النفس قبل السيطره على الاخرين. الصمت كيربكهم وكيخوفهم. الصمت ماشي فراغ، ولكن طاقه نفسيه هائله كتفوق اي جدال. مني كتسكتي راه ما كتخليش غير فراغ بسيط، ولكن كتخلقي مساحة كتزرع الذعر في نفس اللي قدامك. حيت العقل البشري ما كيستحملش الفراغ، وكيبدا مباشرة ينسج القصص ويخلق التفسيرات ويصنع الافتراضات. وفي أول لحظة انفعال من الطرف الآخر كيبدا يسول راسو: علاش ما ردش؟ واش ما بقيتش مهم؟ واش كيشوف راسو اعلى مني؟ واش كيقصد شي حاجه؟ واش كيفتقدني؟ واش سالا كل شيء؟ واش فقد الاهتمام؟ واش ولا اقوى مني؟ هاد الاسئله كاملين اقوى من اي كلام كنتي تقدري تقولي. كيبداو يخدموا في الداخل ديالو وكيقلبوك من شخص عادي الى لغز غامض، وكتبداي تشوفيه كيتخلخل بوحدو وكيفقد توازنه بوحدو، وانتي باقيه جدار ثابت ما كيتهش. في ديك اللحظة ما كيخسرش هو بوحدو، ولكن حتى اللي كيشوف الموقف كيفهم شكون هو المنتصر الحقيقي. الصمت حتى هو كيضيف وزن للكلام. اللي كيهضر بزاف كتنقص هيبته، اما اللي كيقل كلامه فكل كلمة ديالو كتولي بحال السيف قاطع. والتجاهل ماشي هروب من المعركة، ولكن انتظار هادئ كيعلن عن قوة بلا ضجيج. هو سلاح ديال الحكماء اللي فاهمين أن أعظم قوة في هذا العالم هي أنك تملك نفسك. فاش الآخرين كيفقدوا عقولهم، الفيلسوف ماركوس أوريليوس كان قال واحد المقولة، قال: هدر إلا كان كلامك حسن من الصمت. هاد الجملة قانون، خليها قانون في حياتك. إلا ما كانش كلامك غادي يحمل قوة العقل ديالك وقوة الوعي ديالك وقوة الصمت ديالك، فالصمت أولى وأحسن. وملي كتلتزمي بهذا المبدأ غادي تلاحظي كيفاش حضورك كيتحول لهيبة ما كتشراش، ما كتكسبش إلا بالوعي وبالانضباط والندرة. خلي نفسك نادرة، حيت أي حاجة نادرة عندها قيمة. الذهب ماشي أغلى من الحديد حيت هو ماشي غير حيت زوين ولا أصلب، ولكن حيت نادر. ونفس الشي كينطبق عليك. إلا خليتي نفسك متاح في كل وقت وحاضرة في كل مكان وبلا حدود وبلا غياب، غادي تولي بحال الهواء، موجود ديما ولكن بلا قيمة كتذكر. أما إلا اختاريتي تكوني نادرة الحضور، حاضرة فاش بغيتي وغايبة فاش خاصو يكون، غادي تولي بحال شي جوهرة الكل كيتمنى يملكها، ولكن ماشي أي واحد يوصل ليها. الحكماء كيقولوا الغياب كيزيد التقدير كيف ما كيزيدوا الصمت. الوجود الدائم كيضاعف القيمة ديالك، حيت الناس كيتعودوا عليك، ومع التعود كيضيع الاحترام. كل ما كنتي حاضرة أكثر من اللازم كتولي مألوف، والمألوف ما كيتحترمش. خلي حضورك حدث وخلي غيابك تقيل، وما تبدريش طاقتك في كل جهة. ما تعطيش نفسك لأي واحد، وما ترميش وقتك في كل يد، وما تخليش روحك متاحة لكل واحد بغى يجرب سلطته عليك. التجاهل ماشي قسوة، ولكن احترام للنفس. هو أنك تقولي ضمنيا: أنا ما غاديش نسمح لحتى واحد يستهلكني، انا ما غاديش نسمح لحتى واحد يعبث بكرامتي، ما غادي نسمح لحتى واحد ياخد من طاقتي اكثر مما يستاهل. حيت حياتك اغلى من انك تضيعيها في جدالات فارغة ولا في ردود ما كيزيدو حتى حاجة. التجاهل حماية وهيبة، وماشي برود اعمى، وماشي قسوة فارغة.
هو فن الحفاظ على الطاقة ديالك وعلى كرامتك، وهذا أرقى من أشكال من الاحترام الذاتي. حتى واحد ما يقدر يهينك إلا خديتي الإهانة وقبلتيها تدخل ليك، وحتى واحد ما يقدر يجرك لتحت إلا خليتيه يشد المقود ديال نفسك. شحال من مرة استنزفتي راسك وانتي كتحاولي تقنعي واحد ما باغيش يفهم؟ شحال من مرة تحرقت أعصابك مع واحد ما يستاهلش الرد؟ شحال من مرة بقيتي متشبتة بنقاش ومن بعد خرجتي منه وانتي حاسة أنك ضيعتي وقتك وكرامتك؟ وشحال من مرة قلتي في خاطرك يا ريت كان غير سكت، يا ريت كان غير ما رديتش، يا ريت كان غير ما شرحتش، يا ريت كان غير ما هبطتش لهاد المستوى؟ هاد المرات كاملين كانوا كيقولوا ليك حاجة وحدة: لو كان كنتي اختاريتي التجاهل كون رفعتي من راسك وكون بقيتي أقوى قدامهم. التجاهل ماشي كبر، ولكن وعي بأنك ماشي مسؤولة على فهم الآخرين. انتي ماشي ملزمة تشرحي نفسك، وماشي ملزمة تثبتي قيمتك لحتى واحد. قيمتك جاية من الداخل، ماشي من النظرة ديال الناس ليك. وملي كتختار التجاهل راك كترسمي حدود صارمة حول ذاتك. انا ما كنتستنزفش حيت انا رافضة نكون مستهلكة. انا ما كننزلش لاي معركة، ما كنردش على كل تفاهة، ما كنحطش راسي في موضع الدفاع قدام كل رأي وكل كلمة وكل استفزاز. التجاهل كيعطيك حصانة نفسية، وملي كيعرفوا الناس انك ما كترديش على التفاهة غادي يحبسوا يحاولوا يستفزوك، غادي يفهموا انك ماشي سهلة المنال، وان عندك قوة داخلية كتحميك من العبث ديالهم. وهذه بوحدها هيبة ما كتشراش. انك تكوني حاضرة ولكن ما كاين حتى واحد قادر يجرك لمستواه، هذه هي قمة القوة. ما تخلي حتى واحد يتحكم في مشاعرك. القوة الحقيقية ماشي أنك تفرضي راسك على الآخرين، ولكن أنك تحرري نفسك من السلطة ديالهم على قلبك وعقلك. كاينين بزاف ديال الناس عايشين عبيد الكلمة أو النظرة أو التعليق عابر، كيفرحوا إلا تمدحوا وكينهاروا إلا انتقدوهم، وكيتقلب مزاجهم إلا تجاهلوهم. هادي ماشي قوة، ولكن ضعف مخبي في صورة إنسان اللي كيبان متماسك. الفيلسوف إبيكتيتوس فيلسوف رواقي كان ذاق العبودية، ومن بعد ولا معلم للحكمة. قال إلا كان شي واحد قادر يغضبك فاعرف أنك وليتي العبد ديالو. وهاد الجملة كتلخص المعنى كامل. مني كتعطي الآخرين القدرة باش يتحكموا في مشاعرك راك كتنازلي على السيادة ديالك وكتسلمي نفسك ليهم بلا حتى مقابل. لهذا كوني ديما سيدة نفسك وما تكونيش عبدة المزاج حتى واحد. تعلمي تسكتي فاش يكون الصمت أبلغ، وتعلمي تغيبي فاش يكون الغياب أعمق، وتعلمي تتجاهلي فاش يكون الرد خذلان ليك انت قبل أي واحد. حيت هادشي هو الطريق للحرية الداخلية والهبة الصامتة والسلام اللي ما كيتزعزعش. التجاهل ماشي برودة، ولكن حتى تحضر. أنك تختاري تكوني سيدة مشاعرك ماشي عبدة ليها. الدفاع على النفس ماشي ضروري يكون بالانفعال، ولكن أحيانا كيكون بأنك تقرري ما تأثريش أصلا، أنك تولي مركز صلب ما كتهزش لا رياح النقد ولا الإهمال ولا الاستفزاز. فكري شوية، شكون أرفع مقام؟ الإنسان اللي عايش رهيب مزاج الناس ولا الإنسان اللي هو سيد نفسه؟ منين توصلي لهاد المرحلة غادي ما يبقى حتى واحد قادر يتحكم فيك. الحكماء علمونا أن أعظم الانتصارات هي هذيك اللي كنحقوها داخل راسنا. أنك تسيطري على انفعالك هنا كيبدا الامتحان الحقيقي. وملي كتوصلي لهاد المرحلة كتكتشفي واحد الحاجة مهمة: الناس غادي يحسبوا ليك ألف حساب. ماشي حيت كتضحكي، ولكن حيت ثابتة، حيت كيشوفوك ماشي هشة بحالهم، وماشي ضعيفة لدرجة أنك تطيحي من أبسط موقف. غادي تولي بالنسبة ليهم صورة للتماسك والقوة، إنسانة ما عند حتى واحد مفاتيح مشاعرها. وهذه بوحدها كافية باش تخليك عندك هيبة في عيون الجميع. الهبة ما كتولدش من الغضب، ولكن من الانضباط. بزاف ديال الناس كيظنوا ان الهبة كتجي من الصوت العالي ومن الانفجار العاطفي، ولكن الحقيقة هي العكس تماما. اللي كيفور من اول استفزاز
راه كيكشف الهشاشة ديالو، واللي كيضحك واللي كيضحك بزاف باش يتسمع راه كيعلن على الضعف ديالو. أما الهبة الحقيقية فما كتصاوبش في لحظة غضب، ولكن كتبنى عبر سنين ديال الصبر والانضباط العقلي. أعظم انتصار هو أنك تسيطر على نفسك، وهذا هو سر الهبة. الشخص اللي ما كيتستافزش بسهولة ما كينجرفش ورا الصغائر وكيبقى ثابت وسط الفوضى، هو اللي كيتحترم وكيتهاب في نفس الوقت. تأملي شي مجلس فيه عشرات ديال الناس، شكون اللي كيفرض الحضور ديالو؟ واش هداك اللي كيضحك ويقاطع، ولا هداك الإنسان الهادئ الصامت اللي واثق، اللي عينيه كيراقبوا كلشي وكلامه موزون بحال الذهب؟ الهبة كتمشي لصاحب الصمت المنضبط، ماشي لصاحب الفوضى. الغضب كيبينك إنسان عاجز، أما الانضباط كيبينك سيد. وملي كيتعودوا الناس يشوفوك ثابتة، غادي يخافوا من صمتك أكتر من الكلام غيرك، حيت الصمت المنضبط ماشي فراغ، ولكن طاقة مركزة ورسالة بلا نطق كتقول: القوة ديالي ما محتاجاش صراخ، حيت باينة في الثبات ديالي. وهنا كاين جوهر الحكمة، أنك تكوني جبل قدام العواصف، ماشي شجرة كتمايل مع أي ريح. أنك تفهمي باللي التحكم في الغضب ماشي كبت، ولكن قيادة. وأن الهدوء ماشي ضعف، ولكن أعلى درجات القوة. وكل ما تزاد الانضباط ديالك كيتزاد احترام الناس ليك، وكل ما قل الغضب ديالك كتعظم الهبة ديالك. وملي توصلي لهاد المرحلة ما غاديش تحتاجي تطلبي الاحترام، الاحترام غادي يجيك بوحدو. خلي الغياب جزء من القوة ديالك. القوة ماشي غير في داكشي اللي كتقولي، ولكن في اللي كديري، ولكن حتى في اللي كتمتنعي عليه. بزاف كيظنوا أن الحضور الدائم هو اللي كيجيب المحبة والتقدير، ولكن الحقيقة أن الوجود المستمر كيقتل الهيبة. ملي كتكوني متاحة في كل وقت وحاضرة في كل بلاصة وكتجاوبي على كل شيء وكتفاعلي مع الجميع، راكي كتفقدي قيمتك وانتي ما شعراش. كتولي مألوفة، والمألوف ما كيتحترمش. أما الغياب الذكي فماشي إهمال، ولكن استراتيجية. أنك تختفي فاش ما كيقدروش حضورك، وترجعي فاش يكون لوجودك وزن. وفي الأخير تعلمي تسكتي فاش يكون الصمت أبلغ، وتغيبي فاش يكون الغياب أعمق، وتتجاهلي فاش يكون الرد خذلان ليك. حيت هذا هو الطريق للحرية الداخلية، والهبة الصامتة، والسلام اللي ما كيتزعزعش. كوني باردة، ماشي حيت ما كتحسيش، ولكن حيت قررتي ما تبقايش تندمي على مواقف كان خاصك غير تسكتي فيها. ديري اعجاب الى لمس هاد الكلام شي حاجة فيك، وشاركيه مع شي واحد محتاج يسمعه. واشتركي في القناة فضلا وليس امرا، باش تبقاي قريبة من هاد الهدوء اللي كنحاولوا نزرعوه في عالم عامر بالضجيج. راه ممكن كلمة وحدة تهدي عقل مضطرب، وممكن فكرة وحدة تنقذ روح كانت غارقة في الانفعال. والى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله. دمتم بخير. كانت معكم أختكم وفاء، إلى اللقاء.